السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله جايلكم فيديو جديد، فيديو قوي جدا وتشجيع ان شاء الله هيشجعكم وهيعجبكم جدا. لو انت اول مرة تشوفي القناة بتاعتي يسعدني طبعا ويشرفني اشتراكك في القناة، ولو انت بقى مشتركة في القناة بتاعتي ما تنسيش بقى تعملي لي لايك وكمان تكتبي لي كومنت، الكومنتات بتشجعني جدا. ويلا كده بينا نسمي ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو بتاعنا ايه ونشوف كده ايه هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده طبعا هنا كده كانت حوالي الساعة 12:30، 12 يعني، كانت في الحدود دي، ما كانتش بتزيد عن كده. تمام، قمت من النوم طبعا، صليت وشطفت عضي وغيرت له لبسه وكده، وهو بيلعب يعني مع اصحابه وكده. فقلت يلا اقوم بقى كده ايه على الشقة واشوف ايه اللي عايز يتعمل فيها ويتعمل. تمام، هنا بقى كده طبعا كان عندي الريسبشن، كان في بقى مطرح بقى ما احنا قاعدين وكده. طبعا احنا عندنا الريسبشن ده هو مكان القعدة بتاعتنا، فطبعا بقى بيبقى فيه الاكل والشرب ومش عارفة ايه، فبيبقى كل حاجة تبهدل كلها بتبقى في المكان ده. تمام، هنا كده بدأت ان انا انزل المخدات من على الارض، من على الركنة نزلتها على السجادة، وبدأت كده ان انا انفض الركنة، ولو الكسوة بتاع الركنة ما كانتش متظبطة فبدأت كده ان انا اظبطها. تمام، زي ما انتم شايفين كده بقت ان انا زيادة خليها كده كلها لورا وحشرها كده بالمساند اللي جاية معاها وكده، زي ما انتم شايفين كده معايا. وكان في طبعا كوبايات وحاجات كده على الترابيزة، دخلتها المطبخ. طبعا المطبخ عندي تمام مترتب، وفي اليوم ده انا كان عندي الغدا، ما كنتش هعمل غدا وكده، فقلت يلا بقى دام ايه مش هيبقى فيه غير الريسبشن والأوضة بتاع عدي، هما اللي كانوا عايزين يتعملوا بصراحة، عشان خاطر أنا قبلها بيوم كنت أنا عاملة الأوضة بتاعتي، وكنت عاملة كمان المطبخ، كنت عاملة كان في غسيل، يعني أنا كنت مظبطة كده شوية حاجات في الشقة. بدأت كده بعد ما ظبطت الكسوة بتاع الركنة، بدأت كده إن أنا أرص المخدات زي ما كانت. تمام، وطبعا فاتحة بقى الشباك كده يهوي الدنيا ويدخلي كده الشمس، تمام، تشمس لي بقى كده. المكان ما احنا مقفلين بقى الدنيا، الجو خلاص بقى يسقع، والجو بقى فيه نسبة برد كده. تمام، هنا كده زي ما انتم شايفين طبعا الترابيزة عندي كالعادة هرفعها على الركنة، عشان خاطر هبدأ ان انا ايه انفض كده السجادة، لو في بقى شوزات ولا في حاجة أنا رجعت كل حاجة في مكانها. كان في بس كده الجزامة كان عليها شوية كراكيب، معنى الكلمة كان عايزين يترتبوا. طبعا الجزامة دي عشان خاطر هي جنب باب الشقة، فأي حد داخل أو خارج ففي إيده حاجة، فهي أسهل مكان بيرمي على الجزامة. تمام، الوصل بتاع نور، البرشام بتاعي، ايه تاني، اي حاجة بقى، اي حاجة تتخيلوها بقى في ايدينا كده على الجزامة بنخليها. تمام، هنا كده بقى العجلة بتاع عدي او المكنة زي ما هم مسميها، هدخلها كده الأوضة بتاعتي أنا لحد ما أخلص، عشان كده كده أنا هدخل أروق الأوضة، فايه فما كنتش عايزة زحمة حواليا وكده. ولميت كده السجادة شوية، الستارة سوري، عشان خاطر ايه ما ترخمنيش. تمام، هبدأ بقى كده ان انا اكنس السجادة. طبعا كان في بقى بالليل قشر لب وقشر فول ومش عارفة وايه، فما كانتش، فكانت عايزة بقى تنظيفة كده جامدة. تمام، تمام، في ناس جديدة دخلت عندي القناة، اشتركت في القناة طبعا، احب اقول لهم طبعا نورتوني وشرفتوني جدا، ويسعدني طبعا ان انتوا اشتركتوا فيها، وبتمنى ان انتوا تكملوا معايا، وبتمنى كمان ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة عجبكم في القناة، وايه الفيديوهات اللي انتوا كمان عايزين ان انا اعملها، نعملها ان شاء الله مع بعض كده ونشجع مع بعضينا. تمام، ونورتوني طبعا وشرفتوني. هنا كده بقى زي ما انتم شايفين بكنس كده طبعا السجاد القشر طبعا بتاع اللب. فبيبقى معلق في السجادة طبعا، فبيحتاج ان هو يتكنس كنسة كده جامدة. تمام كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا
بسسها للمقشة زي ما قلتلكم. بصراحة المكنسة او بطلعها لو الوقت يسمح، او مثلا لو في حاجات بسيطة لكن لسه الأوضة بتاعتي عايزة تتعمل مع البلكونة. تمام. طبعا مش هي الحاجات دي بس، في طبعا عدي لازم ان انا اخد باله، وفي طبعا ان انا مش عايزة ان انا اعمل مجهود واتعب نفسي عشان خاطر ايه، انا اصلا الحركة غلط عليا وكده. فاللي هو ان انا ماشية مع نفسي كده واحدة واحدة، مش اللي هو ايه، اللي هو ان انا عايزة ان انا اعمل اجي في اخر يوم احس ان انا راضية عن نفسي، احس ان في حاجة انا عملتها، مش احس ان انا ما عملتش حاجة، اليوم عدى عليا كده. تمام. هنا بقى طبعا بعد ما كنست السجادة مسكت بقى بعد ما كنستها مسكت كده لميت نصها. تمام. هنا المخمرية بتاعتي ايديا مطلعها، كنت حابة ان اقول لكم ريحتها جميلة جدا، ريحتها فوق الروعة، عايزة كده ان انا افتحها وافضل اشم فيها. تمام. لميت بقى كده، يلا نرجع بقى للفيديو بتاعنا. لميت بقى كده السجادة زي ما انتم شايفين، وجبت بقى كده من عند الباب، وكمان فصلت الكاميرا وكنست المطبخ معايا، لميت المشاية. بدأت بقى كده طبعا بعد ما لميت المشاية بتاع المطبخ كنست برضو كده الأرضية، لو فيها بقى ردة واقعة مكان ما أنا أو بسخن العيش أو لو في حاجة، فايه كنست كده معايا وبقى كل تمام. وكمان فتحت باب الشقة وكنست كده كويس، لميت كده كل حاجة كده معايا زي ما انتم شايفين. كمان بما ان بقى ان انا هعمل الأوضة بتاعه داي، فلميت بقى المشاية كده اللي هي في الطرقة وتمام، وركنت كده الزبالة عزكم الله على جنب لحد ما اكنس بقى البلكونة والأوضة والم كله كده مرة واحدة. تمام. هنا بقى كان في لعب بتاع عدي، بدأت ان انا المها وشلتها مكانها. تمام. والمشايات بقى السجادة دي برضه انا كنستها بالمقشة عشان خاطر لو عليها حاجة ما تتلمش كده في قلبها ايه، وتفضل معلقة في قلب السجادة، فانا كنستها الاول. تمام. هلمها كده واخرجها بره. طبعا هنا كان في فتل. تمام. انا كنت بخرجها كده من السجادة، طبعا الفتل مهما بتجنسي فيها بتبقى معلقة في قلب السجادة. تمام. بدأت كده ان انا المها واخرجها بقى طبعا بره لحد ما اخلص الأوضة. تمام. تمام كده. طبعا الفرش بتاع السرير هو نظيف من ساعة ما فرشته معاكم، مفيش حد طبعا بيدخل ينام في الأوضة. تمام. زي ما انتوا عارفين يعني ان الشتا مبيبقاش فيه ضيوف كتير زي الصيف. هنا كده فصلت الكاميرا وبدأت ان انا ظبطت كده الملاية بتاعة السرير، وهبدأ بقى كده ان انا اكنس. دخلت طبعا كده على البلكونة. تمام. طبعا البلكونة مش متبهدلة أوي، مفيهاش تراب كتير، هي بس حاجة بسيطة كده. فانا هكنس بقى كده كله كده معاكم زي ما انتم شايفين. تمام. وكمان سبت الباب بتاع البلكونة ده يدخل لي هوا شوية. تمام. يهولي عن الأوضة، وكده كده أنا بفتحه. امبارح زي ما قلت لكم ان انا كنت بنضف الغرفة بتاعتي، فكان في طبعا غسيل وكده، فانا كنت منشراه هنا في الأوضة، ما بنشروش في البلكونة، ما بضمنش بقى في الشتاء إيه لو الشمس طالعة والدنيا تمام فبنشر، كده كده هو ساعة يشمس وبلمه. طبعا لو كده انا بستسهل بقى ايه الأوضة بتاعه ده، كده بفتح البلكونة واروح منشرة كده على المنشر، واروح فاتحة البلكونة شوية يتهوى، وفي الآخر بلمه بقى ايه وبطبقه. فكده كده أنا بفتح البلكونة إن هي تهولي الدنيا، مبحبش أنا الدنيا تبقى مقفلة كده عليا. هنا كده بقى الزحليقة بتاع عدي والحصان والحاجات بتاعته كده طلعتها على السرير لحد ما أخلص الأرض. تمام. زي ما انتم شايفين حتى التراب اللي طالع حاجة بسيطة خالص يعني مش كتير. تمام. طبعا انا لازم ان انا اهتم بقى كده بالحاجة وانضف، عشان خاطر طبعا الشتاء بيبقى من الصعب ان احنا نكب مية على الارض وان احنا نمسح ونغسل حيطان، بيبقى زي الصيف بيبقى واخدين راحتنا فيه ان احنا بنقدر ان احنا ايه نشيله ونظبط كده الدنيا عن الشتاء بيبقى كل حاجة متقفلة. تمام. زي ما انتم شايفين كده هبدأ بقى كده ان انا المهم كده على بعض، واجيب المقشة والجاروف وابدأ ان انا المهم وارميهم في الباسكت زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى كده زي ما قلت لكم في الفيديو الاخير ان المشاية كده خلاص انا الشرشوبة انا هغيرها، فعلا غيرتها وجبت واحدة جديدة. هنا معايا كده المية في جردل المسيح معايا
حاطه فيها معطر ارضيات. تمام، زي ما انتم شايفين كده ببدأ ان انا امسح الارض، برضو الارض نظيفة معايا، بس برضو يعني ايه عشان خاطر بمسح بس الاماكن العريانة وكده، بما ان يعني ان انا همسح الاوضة بالبلكونة بتاعه دي، فهمسحهم بقى كده هم الاول. تمام. بصراحة ما مسحتش المطبخ عشان المطبخ زي ما قلت لكم انا نظيفة، انا عاملاه امبارح، فاللي هو بس انا كنست بس الارض كده وخلاص. ماشي، زي ما انتم ما شايفين ان هي اصلا الشرشوبة مفيش حاجة بتعلم فيها ان هي الارض نظيفة. تمام. تمام كده زي ما انتم ايه شايفين. هنا تقريبا انا كنت بشطف الشرشوبة. تمام، وبمسح كمان كده ايه مرة زي ما انتم شايفين. بس كده. هنا بقى كده دخلت كمان على البلكونة والأوضة بتاعه دي، هبدأ كده ان انا امسحهم معايا عشان خاطر يبقى الدنيا تمام، الدنيا متظبطة. عايزاكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات ايه الفيديوهات اللي انتوا عايزين ان انا اعملها وكده، عشان بصراحة بعد احيان بحتار، بقول انا مش كل يوم هقعد انزل لكم فيديوهات روتين وحاجات من دي، هتزهقوا وهتملوا من القناه. فكنت حابه بقى ان انتوا تكتبوا لي كده في الكومنتات مثلا وصفه عايزين نجربها مع بعض، فيديو كده عايزين نتشجع كده مع بعض ونعمله مع بعض كده. اكتبوا لي بقى في الكومنتات كده، وان شاء الله هنعمل فيديوهات اللي تعجبكم يعني اللي انتوا عايزينها. تمام. هنا بقى الشرشوبه كانت بتبدا ان هي تفك معايا، شرشوبة كده فيها من تحت زي نظام عاشق ومعشوق، زي نظام كبسونة كده بيتقفلوا كده مع بعض، فالكبسونة دي كانت مفتوحة وانا ما خدتش بالي خالص وكنت بمسح بيها، ففصلت طبعا الكاميرا، مش عارفة انا فصلتها هنا ولا لسه. المهم فصلت الكاميرا لما لقيت الفتل بتاعتها قعدت تقع على الارض، فصلتها هنا، وبدأت ان انا قفلت الفتل دي ورحت قافلة الكبسونة ديت بعضيها، فالحمد لله يعني ايه ما اتفكتش تاني بعد ما قفلتها. تمام. مسحت بقى طبعا كده مكان اللعب بتاعه دي، ومسحت طبعا تحت السرير. تمام. مسحت بقى ايه، ظبطت كده الدنيا. كده زي ما انتم شايفين كده معايا. بس كده تمام، الارض كده خلاص مسحتها وظبطت كل حاجة. تمام. وانا كده كنت بوريكم بقى الأوضة كده بعد ما خلاص ما اتمسحت واتظبطت، هسيبها بقى كده لحد ما تتهوى. وكمان انا مسحت بقى الطرقة، فصلت كمان للكاميرا وكملت بقى انا مسح الطرقة. هنا كده عقبال ما خلصت مسح الطرقة والأوضة كانت الريسبشن نشف، بدأت كده ان انا افرش الدواسة. تمام، اللي هي جنب الباب، وبدأت ان انا افرش السجادة كده زي ما انتم شايفين. تمام. هنزل بقى هنا كده الترابيزة، هفرش عليها المفرش، وافرش هنا بقى كده. كان خلاص كان عدي جه، كان خلاص خلص لعب وكده، وكان هو بقى كده كان خلاص جه، بس الحمد لله ان هو جه بعد ما خلصت عشان خاطر ما يقعدش يزن، وما بعرفش اعمل منه حاجة بصراحة. تمام. هنا كده كان بيعمل لكم باي، وكان بيقول لكم كمان اعملوا لي لايك، وما تنسوش تعملوا لي لايك يا جماعه، اعملوا لي لايك واكتبوا لي في الكومنتات ان انتوا عملتوا لايك لعدي. تمام. هنا كده هفرش بقى الاوضه بتاعته، دواسه كده اللي عند الباب، وهفرش بقى ايه السجاده الطويله. تمام، زي ما انتم شايفين كده. بس كده. تمام. بعد ما فرشتها بقى نزلت هنا الزحليقه والحصان هو جاي بقى يجري عليهم، اللي هو بقى بيلعب مع نفسه. العجلة كمان ركنتها له كده على جنب. تمام. سيبته بقى هو هنا يكمل لعب براحته، وخرجت انا بقى فرشت المشاية اللي هي الطويلة اللي هي في الطرقة، فرشتها بقى انا كده مع نفسي، وجبت المعطر، بدأت بقى ان انا اعطر الدنيا كده عشان اشم ريحة ايه نظافة كده، واحس ان ايه ان انا عملت مجهود كده ونضفت الدنيا. تمام. وكمان هرش في الأوضة بتاعته عشان خاطر ما يزعلش،
وفي الطرقة. تمام. هنا بقى كده انا كنت قفلت البلكونة عشان خاطر بقى يلعب براحته، ابقى مطمنة بقى ما يدخلش البلكونة وكده. تمام. وقفلت كمان الستارة وسبته بقى يلعب بقى براحته بقى مع نفسه بقى يلعب. تمام. هنا كده كان خلاص، كان الفيديو بتاعي كان خلاص، كان خلص لحد كده. تمام. كنت حابة ان انا اقول لكم طبعا يسعدني ان انتوا تشتركوا عندي في القناة لو انتوا لسه اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي، وطبعا المشتركين متنسوش تعملوا لايك. ومع السلامة.